في المقطع ده هنتعلم ازاي نعمل لوجو احترافي في ثواني معدودة باستخدام كانفا. اول حاجة هندوس هنا على المور اوبشن ونكتب لوجو. دي افضل طريقة عشان نقدر نجيب التمبلتس بسهولة في كانفا ويقدر ان هو يريكومند بينا حاجات تانية. هندوس هنا على لوجو، هيفتح لنا بروجكت بتاع اللوجو. عشان نلاقي الاوبشن على الشمال هنا الديزاين هيبقى كلها لوجوهات. فلو كتبنا هنا مثلا سكين كير هنلاقي ان في لوجوهات مختلفة للمجال ده. نقدر ان احنا نختار تمبلت من التمبلتس الموجودة دي ونشتغل عليها على طول. فلو مثلا انا هختار اللوجو ده او ده، هنضغط عليه بس كده هينزل لنا التمبلت بتاعته. هنقدر ان احنا من هنا بكل بساطة نكليك على التكست ونغيره باسم البراند بتاعنا. فهنا انا هكتب عادي بالكيبورد او من الموبايل برضو عادي، نقدر ان احنا نكتب اسم البراند ايا كان. فهكتب على سبيل المثال سكين كير، وتحت ده السلوجان او الشعار بتاعنا نقدر نغيره برضو بنفس الطريقة. وعشان نحافظ على الابعاد ممكن ندوس هنا دبل كليك، نشيل المسافات اللي هي الزيادة دي عشان نقدر نحدد اللوجو بالشكل ده ونصغره ونكبره. العلامة دي معناها كده ان هو اتوسطن بالظبط. فلو دوسنا على اللوجو بالشكل ده عايزين نغير اللون، نكليك عليه بس من علامة اللون اللي فوق، نقدر نختار اي لون بس اللون ده انسب مثلا فهنخليه دلوقتي تمام. من هنا نقدر نزوم ونغير اي تفاصيل. من هنا نقدر نغير لون الكتابة برضو بالشكل ده. ولو عايزين نغير نوع الفونت نضغط هنا وبنجيب الفونت اللي احنا عاوزينه، ونقدر نابلود فونت على فكرة برضو. فانا مثلا هختار الفونت ده. وفي اوبشن برضو خاص بالتنسيق عشان تطلع الصورة يعني في النص بالظبط. لو دوسنا عليها دوسنا بوزيشن هنلاقي هنا السنتر مختفية، ده معناه ان هو في السنتر بالظبط هو والسلوجان. لو جاية كده شوية اهو ودوسنا سنتر هنلاقيها جت اتظبطت بالظبط. لو دوسنا ميدل جت فوق، او دوسنا على اي حاجة غلط في اوبشن من هنا بتاع الاندو ان احنا نرجع الخطوة اللي فاتت. البوزيشن دي برضو بيبقى فيها اللايرز زي فوتوشوب، نقدر ان احنا نخلي لاير فوق لاير او كده، والتحكم كله يعني من الخطوة بتاعت البوزيشن بتاعت التنسيق دي. طيب لو كده خلصنا اللوجو وعايزين ان احنا ننزله مثلا بصيغة PNG يعني ترانسبيرنت بدون خلفية او خلفية شفافة، بندوس هنا PNG. لازم نختار ترانسبيرنت دي عشان يطلع بدون خلفية، نقدر احنا نضيفه على اي ديزاين من غير اللي هو الخلفية البيضة دي. بندوس عليه كده وندوس داونلود. طيب لو دوسنا شير تاني في اوبشنز تانية للداونلود. لو احنا عايزينه JPG الاولى دي بخلفية يعني عادية، او PDF ستاندرد ده يعني PDF مثلا تتبعت للعميل عادي على الواتساب ولا حاجة. وفي اوبشن برضو PDF برنت دي لو هنستخدمه للطباعة، فالافضل نستخدم PDF برنت، وبنستخدم من هنا CMYK اللي تحت دي. ونقدر برضو ان احنا نعمل دوبليكيت من هنا، ده بيعمل زي ايه كوبي من الفايل ده عشان احنا عايزين نغير الخلفية ونغير اللوجو نخليه بالابيض. كل لوجو بيبقى ليه النسخة الاصلية بالوانه والنسخة بتكون بالابيض، فعايزين نوريها للعميل. فخلصنا مثلا بالشكل ده، بس الخلفية ممكن نغير فيها تاني. ممكن من هنا كده نقدر ان احنا نتحكم في الدرجة زي ما احنا عاوزين. وممكن مثلا نزود الدرجة شوية كمان بتاعت الاسود، نخليها كده. وكده يبقى عملنا اللوجو بتاعنا بالتو فيرجنز بتاعته، ونقدر بنفس الطريقة تعمل فيرجنز مختلفة تعرضها على العميل.